خرجت من بلدي مش لأكون ساحرا، لا، لأقرأ القرآن وأحفظه وأكون ولي من أولياء الله الصالحين. تخيل كده شخص عاش مع الجن 17 سنة وخدمه 286 جن صغار وكبار، زعماء ورؤساء، وخرج من غير ما يتأذي. الساحر التائب حامد آدم كان طفل عنده 9 سنين، وكان مهووس جدا انه يكون والي من اولياء الله الصالحين، ولكن لقى نفسه تحول لكافر من اولياء ابليس. وبعد خروجه وتوبته طلع وفضح كل الوهم اللي بيستخدموه السحرة عشان يضروا بيه الناس، واغلبهم بيبقى وهم. قال حامد ان كان تحت ايديه 286 جن، وكانوا بيخدموه في سبيل الضرر للبشر، وفوق كده كان بيتعامل مع زعماء ورؤساء من الجن. بس بداية الطريق ما كانش هدفه السحر خالص، وانه كان هدفه انه يخرج من قريته عشان يبقى والي من اولياء الله الصالحين. خرجت من بلدي مش لأكون ساحرا، لا، لأقرأ القرآن وأحفظه وأكون ولي من أولياء الله الصالحين. وفي هذا العمر أنا لا أستطيع ولا بعرف ما الفرق بين الساحر والولي الصالح. لكن اللي حصل له كان غريب جدا، لأنه هو بيدور على شيخ يعلمه تلاوة القرآن والحديث الشريف. قابله شيخ وقال له إن هو عالم كبير وإنه من أقطاب الصوفية، يعني بالمعنى بتاعنا إن هو من أكبر مشايخها. وبعدها فهم حامد إن هو هيعرفه الطريق عشان يبقى والي من أولياء الله الصالحين، ويشوف ربنا والنبي، ويعلمه إزاي يتكلم معاهم لو قابلهم في يوم. ولأن حامد كان وقتها طفل ومش فاهم إيه الصح من الغلط، بدأ الشيخ إن هو يعلمه القرآن الكريم، بس تدريجيا بدأ يدخل كلام غريب في قلب القرآن. وقتها حامد لما كان يجي يسأله هو الكلام ده إيه، كان يرد عليه ويقول له دول أسماء الملائكة الصغار اللي خلقهم ربنا وسخرهم لخدمة أولياء الله الصالحين. بعدها الشيخ أمره إن هو هيقعد في أوضة لوحده لمدة 40 يوم من غير ما يكلم حد، ويكون عريان تماما، وفي الفترة ديت يشرب مية، وكل يوم 3 حبات تمر فقط، وانه لازم يختار آية واتفقوا عليها ويكررها بس بالمقلوب طول فترة وجوده في الأوضة دي. بسم الله، كيف تقرأها في الخلوة هذه؟ هلا لا مسب، هلا لا مسب، هلا لا مسب، هلا لا مسب. وده يعتبر تخريف لكلام الله عز وجل. بس لما سأله حامد ان هو ليه هيبقى عريان، قال له من الطبيعي انك تكون عريان، لان في طواف الكعبة بتكون بس لافف حتة قماش عليك عشان الناس، وكده كده ربنا بيشوفك بكل حالاتك حتى لو انت لابس ايه. والشيخ اللي درسه قال له واقنعه ان هو هيجيله ملك مسخر في اخر يوم. بالفعل في اليوم الاخير جه ملك بس من ملوك الجن، واسمه سهسهوبي، واتكلم معاه وقال له ان هو خادم ليه. ومن يوميها بدأ حامد في السحر والشعوذة. وفي يوم من الايام الشيخ قال له ان عنده بشارة ليه، وهي ان الله غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، وانه قد اتم نعمته عليك، وانت دلوقتي والي من اولياء الله الصالحين، وقد رفعت عنك كل تكاليف العبادة، وانت دلوقتي انتقلت من العبودية للحرية. وفي يوم من الايام الشيخ قال لحامد بص في السماء، انت شايف الحروف الابجديه؟ والحروف ديت كانت وقتها مكتوبه بخط كبير من اول السماء لاخرها. بعدها الشيخ ساله انت شفت حاجه زي ديت قبل كده؟ رد حامد وقال له لا طبعا. رد الشيخ وقال له ده هو اللوح المحفوظ. بعدها الشيخ ساله طب انت تعرف تقرا المكتوب؟ رد حامد وقال له لا. الشيخ وقتها قال له لا عليك، الحاجة دي طبيعية وبعد فترة هتعرف تقرأها. وعشان حامد يبقى من الأقطاب ودول كبار الصحراء، وقتها كان في شروط إنه لازم يذبح لغير الله. وقتها لما حامد كان يجي يذبح للقربان كان بيحط عملة معدنية بين سنانه، وده عشان ما يقولش بسم الله والله أكبر وهو مش واخد باله. من ضمن الشروط إن هو ما يصليش العصر وما يصومش رمضان، وغير كده كتير. وعلموه دعاء يقوله ويحرك بإيده حركات معينة، وساعتها كان بيظهر له الجن المسخر ويطلع عليه الجن المسخر عشان يلبي ليه كل طلباته. بس توبة حامد وقتها كانت غير متوقعة. في مرة من المرات حد راح ليه وقال له ان هو بيحب بنت وان ما جوزهاش هيموت نفسه. وقتها حامد طلب صورة للبنت وامها وعمل لهم سحر. تاني يوم الصبح شاف حامد البنت وامها وهم بيجروا عريانين من غير ملابس نهائي قدام بيت الشخص ده. والمنظر ده كان سبب هدايته وتوبته. لما جه ابو البنت كان بيطلب من حامد انه يشوف له حل لبنته ومراته، والراجل وقتها ما كانش يعرف ان اللي عمل السحر ليهم حامد. بس في اللحظة دي ضميره صحى وفك السحر وتاب بعدها.